حصلت لك قبل كده وانت شغال جوه الزي برش وعندك بوكس زي ده وعايز تخليه عريض من الزاويه دي، فكل ما تيجي تعمل موف هتلاقي ان البوينتس دي بس هي اللي بتتحرك ولكن بقيه البوينتس دي ما بتتحركش، فانت محتاج تروح تعدلها مانوالي وتبدا ان انت تحركها بوينت باي بوينت بالشكل ده، او تيجي من الزاويه دي وتوسع السايز بتاع البرش وتشد كل ده كده، ولكن برضو مش هيوصل للاخر ومش هتقدر تعدل الجنبين وهتضطر تروح للجنب ده وتبدا ان انت تعمله مانوالي بالمنظر ده كده. الكلام ده كان زمان. تعال اقول لك على الطريقه الصح. هتطلع فوق على الشمال من البرش منيو، تدوس عليها وتنزل تختار الدبث، هتدوس كليك وتفعل الانفينيت دبث. اخد في الاعتبار ان الاوبشن ده معتمد على الاكس والواي والزد. لو بصينا هنا هنلاقي فيه اكس واي زد، واروح من الفيو بورت واتاكد ان انا الموديل بتاعي انا باصص ليه من الزاويه دي علشان الانفينيت دبث يشتغل، لان احنا واحنا واقفين جوه الزي برش لو بصينا هنا هنلاقي ان الموديل بتاعنا باصص كده، فمعناها ان اللي فوق ده كده ده الواي اكسس، واللي رايح لجوه كده ده الزد، واللي جاي بالعرض ده كده ده الاكس. اتاكد ان انا باصص على الموديل من الزوايا المطلوبه ومشغل الاكسس المظبوط. هنيجي من الفرونت وبموف برش وانا مشغل انفينيت دبث، هاجي على الحته دي ادوس كليك واسحب، الاقي ان هو خرج لي كل البوينتس معايا بالشكل ده، وكده اقدر بكل سهوله ان انا اعدل على البوكس زي ما انا عايز من الجنب ده وكل البوينتس اللي وراها هتتحرك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اقتراحات لاي حاجه محتاجين تتعلموها سيبوها لي تحت في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد وبرش جديده. سلام.